هل منقدر نصلّح العلاقات؟ بالتأكيد فينا، اللي بيقول لكم ما بنقدر نصلّح العلاقات قولوا له مش مزبوط، العلاقات قابلة إنه نحن نصلّحها، كل شي بالحياة قابل للتصليح إذا ما وصل لمرحلة الكسر الكلّي. بإصلاح العلاقات أهم نقطة هي إنه نحن نتواصل مع شريكنا بطريقة جيدة، بطريقة صادقة، بطريقة فيها نيّة صادقة، إنه أنا أجي أقعد أنا وياه أنا أحكي وهو يحكي، أنا أسمع له وهو يسمع لي، أنا أصغي له وهو يصغي لي ونعبّر بشفافية عن مكنونات نفسنا، لأنه الإنسان بالنسبة للإنسان الآخر هو عبارة عن سر، ما حدا بيعرف شو في بنفس الشخص الآخر، بينما المتزوجين أو يلّي بيكونوا بعلاقة أو بعلاقة حُب هودي الأشخاص مش لازم يكونوا عم يخفوا أسرار عن بعض، والإنسان عادةً بطبعه بيكون في عنده أفكار أو مشاعر أو رغبات دافنها هون ورا بمكان خفي بدماغه ما عم بيبوح فيها، يا إما مستحي يا إما خجلان فيها، يا إما لسبب من الأسباب، فبصير يعمل مشاكل، بس هيدي المشاكل الظاهرة في إلها من ورا سبب من الأسباب هو عبارة عن رغبة أو شعور خفي أنا ما عم بوح فيه أو ما عم قوله لهيدا الشريك يلّي معي. بقى لحتى لي أنا أصلّح العلاقة هيدي وحدة من الأشياء وأكيد رح أقول أشياء تانية لقدّام، إنه أنا أكون قادر أتحاور مع الشخص الآخر بصوت رايق نحن وقاعدين نحن ومتفاهمين لبعض، عم نحاول نكون صادقين بالحوار مش عم نكب اتهامات على بعض، وعم نركّز على الحل، لإنه عادةً المشاكل بتصير بشكل تصاعدي، ببلش المشكل على نقطة صغيرة يمكن كرمال جَلي بقلب البيت بيكبر بعدين بيكبر أكتر وبيطلع طلوع بيتصاعد لحتى يصير أنا عم سبّله بيو وعم سبّله أمه، هو عم بيسبّلي عم هينه وعم بيهينني عم نقلل الاحترام مع بعض، وبالتالي بصير في صعوبة إنه نحن نرجع على نقطة البداية تبع المشكل، كرمال هيك نحن لازم نحدد نقطة الانطلاق أو نقطة الخلاف تبع المشكل أو الخلاف بيناتنا ونحاول نتناقش فيها ونحلّا، قبل ما نبلش فتح الجرور وكب المشاكل وكب الخلافات والاشياء اللي نحن حاملينها من مشاكل سابقة بوجه شريكنا انه بنبطل قادرين نحل وبصير في عملية تراكمات، يعني اذا بنتخانق على نقطة معينة، نقطة متعلقة بالجلي او بالشغل او بالنوم او باي نوع معين او بالمال، ما في أنا كرمال هيدي النقطة صارت صير أنا جيب 20 شغلة أنا محفظهم عندي بالذاكرة وأنا شايلهم بقلبي على شريكي أو شريكتي وبلش كبهم بوجهه وارجع اقول انا بدي حل المشكل، ما بينحل المشكل هيك، لانه في تراكمات سابقة ماضية، لازم أنا أركّز على هيدي النقطة الخلافية وكل نقطة بده ينعمل لها جلسة ونحكي بهيدي النقطة بالتحديد لنشوف كيف بدنا نعالجها وكيف بدنا نقدر نوصل لحل فيها، لحل ممكن يكون بيرضيني أو بيرضيه أو حل وسطي بيرضينا اتنيناتنا أو مش ضروري حل وسطي أنا أقرّب فشخة وهو يقرّب 3 أو أنا أقرّب 3 وهو يقرّب فشخة واحدة، المهم إنه يكون في هيدا الحوار الهادي الرايق يلّي مبني على الثقة، لإنه كل إنسان في عنده أفكار دفينة ما بيقولها ولا بيبوح فيها لشريكه، كل إنسان هو سر، عنده أفكار ورغبات ومشاعر مرات ممكن يكون بيخجل إنه يقولها، ممكن تكون بتتعلق بالجنس، ممكن تكون بتتعلق بالمال، ممكن تكون بتتعلق بالغيرة، ممكن تكون بتتعلق برغبات خارجية، بسفر، بأي نوع من أنواع الرغبات يلّي أنا خايف أقولها كرمال هيدا الشخص اللي بوجهي اللي هو شريكي ما يكشفني ويقول لي أنتِ عندِك رغبة، أنتِ بدِك تسافري، أنتِ بدِك تتجوزي، أنتِ بدِك علاقة، أنتِ بدِك مصاري، وبالتالي أنا باخجل منها، وبالتالي بتصير المشاكل خارجية بس السبب مخفي من جوا، لأ نحن لازم نحاول بكل شفافية أجي أقول لشريكي أو لشريكتي أنا عندي مشكلة بواحد، 2، 3 هيدي نقطة بداية لحتى نحل الخلافات ونصلح العلاقات.